السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي. النهاردة على قناة شرح مختصر هقدم لكم موقع جديد ومفيد. النهاردة مواقع يا جماعة من أهم التحديات اللي في الدنيا كلها. أي حد عايز يشرح أي معلومة عن أي نشاط، عن أي حاجة مفيدة للناس، عايز يقدم فيها خدمات مفيدة للناس، تعمل تحسين للحالة يعني للحالة الكلية للإنسان عامة، إنه لما بيطلع على موقع بيستفيد معلومة، بيستفيد حاجة يقدر يشتري من عليها، يقدر يتعلم، يقدر يفيد غيره، ويقدر كمان يعمل مشاركة بالمعلومة. فالموقع يا جماعة ما بقاش حاجة مجرد للدعاية بس، ولكن بتبقى حاجة مؤثرة في حياتنا. يعني مش موضوع نظري بس، لا، مؤثرة في حياتنا العملية والعلمية والفكرية وكل حاجة. مش بقول كده علشان خاطر انا بتكلم على موضوع قناتي ان هي عن شرح المواقع الالكترونية، ولكن انا بقول فعلا ان هو بقى يعني أداة يعني مفيدة جدا، تقدر ان انت تعتمد عليها في اي بحث عن اي معلومة، شراء، بيع، تجارة، تعليم، في كل المجالات. ارجو ان انا اكون وصلت لكم المعلومة. وانا برضو يعني ملحوظة ان انا مش بعمل دعاية، ولكن بحاول اوصل المعلومة لاكبر قدر من الناس ان هي تستفيد بيها، ونستفيد منكم بس الدعاء، مش اكتر من كده، والمشاركة، وان انتوا توصلوا المعلومة. خيركم من تعلم، يعني زي ما بيقولوا المعلومة ووصلها للناس كلها. طيب نبص كده على موسوعة الأحاديث النبوية. اكتشفت هذا الموقع، الموسوعة حديث النبوية الشريفة، والمصادر من كتب صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب السنن الأربعة وغيرها من السنن المعتمدة. تعالوا نشوف كده موسوعة الأحاديث النبوية، لأن الواحد برضو بيجي عليه فترة إنه عايز يطلع على الأحاديث النبوية ويعرف، حتى لو الكتاب مش موجود، ولكن يعرف إيه الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة وبتتكلم عن إيه. تعالوا نبص. أولا الأحاديث النبوية الشريفة ليها تصنيفات كتير، وليها أحاديث كتير في كل المجالات وفي كل العلوم وفي كل جوانب حياتنا، فاحنا لازم برضو نطلع عليها ونعرف، لعل وعسى نتعلم حاجة جديدة في حياتنا. ان الموضوع مش بس ان الواحد يعني من غير ما يطلع على الأحاديث النبوية الشريفة، دي حاجة برضو بتنقصنا. يعني لازم ان احنا نطلع في القرآن، ونطلع في الأحاديث، ونطلع في الفقه، ونطلع في الأداب والسنة والسيرة النبوية الشريفة. تعالوا نبص كده. طيب القرآن الكريم وعلوم، نبص كده في تصنيفات لكل حاجة. طبعا هو بيجيب قائمة الأحاديث، بيجيب مثلا بداية الحديث وشرحه وتفسيره، وكمان لو في كلمات مش مفهومة من خلال الزمن هنا بيبقى ليها تفسير. طيب خيركم من تعلم القرآن وعلم، وكمان ليه ترجمات، يعني عربي، انجليزي، وفرنساوي. تعال نشوف كده عربي، ندوس كده. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. الشرح طبعا جايب لك صحيح ورواه البخاري، يعني حتى المصدر جاي. خيركم من تعلم القرآن، هذا الخطاب عام للأمة، فخير الناس من جمع بين هذين الوصفين، إنه يتعلم القرآن ويعلم القرآن، ويعلمه لغيره ويعلمه لغيره، لأن تعلم القرآن من أشرف العلوم، والتعلم والتعليم يشمل التعلم اللفظي والمعنوي. فصار يعلم الناس التلاوة ويحفظهم، فهو داخل في التعليم.
كذلك من تعلم القرآن على هذا الوجه فهو داخل في التعلم. تعليم التفسير، أن الإنسان يجلس إلى الناس ويعلمهم تفسير كلام الله عز وجل وكيف يفسر القرآن. فإذا علم الإنسان غيره كيف يفسر القرآن وأعطاه القواعد فهذا من تعليم القرآن. طبعا في ترجمات للموضوع، ترجمة إنجليزية وفرنسية وأسبانية وتركية وجميع اللهجات اللي موجودة، وعرض الترجمات. طبعا فوائد الحديث ان هو الواحد فضل تعلم القرآن وتجويده وفضل تعليمه وهكذا. طبعا المراجع زي ما احنا شايفين كاتبين شرح رياض الصالحين، شرح رياض الصالحين للنووي، وشرح صحيح البخاري، وزي ما احنا شايفين حضراتكم التصنيفات. طبعا القرآن وعلومه، فضائل القرآن وهكذا. المزيد طبعا برضو بيجيب كل ما يتعلق بالقرآن. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة ب10 أمثالها وهكذا. زي ما احنا شايفين حضراتكم الموقع يعني بيرتقي بأنه يجيب برضو كمان مصادر أخرى تقدر تتأكد حتى كمان لو المعلومة فيها أي تعديل أو تصحيح، بس الكلام ده طبعا متراجع. ف تراجع برضو ورا المعلومة وتبحث في الكتب وتعرف وتدور، بحث ذات نفسه تعلم وهكذا. طيب تعالوا نشوف برضو، نرجع زي ما احنا شايفين حضراتكم دي أحاديث خاصة بالقرآن كلها، وما زي ما احنا شايفين دي أحاديث خاصة بالقرآن. زي ما احنا شايفين حضراتكم تمام. طيب نرجع تاني برضو لتفاصيل التصنيفات الرئيسية لموسوعة الأحاديث النبوية. برضو احنا خدنا تصنيف كمان زي الفقه ووصوله، مثلا فقه العبادات، فقه المعاملات، الفرائض، فقه الأسرة، الطب والتداوي والرقية الشرعية، الأطعمة والأشربة، الجنايات، الحدود، القضاء، أصول الفقه. زي مثلا الحديث الشريف من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. تعالوا نشوف كده. زي ما احنا شايفين يجيب التصنيف سواء فقه العبادات الخاص بالحج والعمرة وفضل الحج والعمرة. زي ما احنا شايفين بيجيب الحديث عن مين في صحيح بخاري طبعا، والشرح والترجمات بتاعته، يعني ممكن كمان نترجمه الإنجليزية. فلم يرفث معاني الكلمات وفوائد الحديث اللي نستفيده من الحديث، والمراجع اللي احنا ممكن ندور على كتب كمان يساعدنا ان احنا ندور على الكتب اللي هو رياض الصالحين وصحيح البخاري وصحيح مسلم، وزي ما احنا شايفين حضراتكم كده. وكمان بيجيب فيما يتعلق بهذا الأحاديث الحج والعمرة زي ما احنا شايفين حضراتكم. بناخد نبذة سريعة، مش كله طبعا بالتفصيل، ولكن احنا يعني بنبص بنظرة سريعة على الموقع ونشوف الدنيا ماشية ازاي. طبعا الدعوة والحزبة، شوف برضو ايه الدعوة والحزبة. زي مثلا اهو زي ما احنا شايفين حضراتكم من رأى منكرا منكم فليغيره، ده حديث شريف. هو بيجيب يعني المشهور عن الحديث ويجيب الحديث كله. يعني مثلا في ناس ما بتبقاش حافظة الحديث كامل ولكن بتبقى حافظة جزء،
فالجزء ده هو ده اللي معروف عن الحديث وبيتداولوا الناس ان هم حافظينه بيه. ولكن عندك فرصة انك تفتح موسوعة الاحاديث النبوية وتطلع عليها وتشوف الحديث كله كاملة وتستمتع بالشرح بالمراجع وانك تطلع اكتر. فدي حاجة مفيدة جدا للإنسان انه يطلع على الأحاديث النبوية الشريفة اللي احنا آه، يعني خدناها ودرسناها، ولكن مش بتوسع قوي. فقدامنا فرصة ان احنا نتوسع برضو ونقرأ ونطلع ونتعلم ونعلم غيرنا ونعلم أولادنا ونعلم كل من يحتاج ونضيف المعلومة. ربما الواحد لما بيضيف آية قرآنية أو بيقول حديث نبوي شريف ممكن بتغير حياة اللي قدامك، بتفرق معاه بعد كده في حياته، انه ممكن يتغير للأحسن ويطلع ويدور ويدعي لك بعد كده ان انت عرف منك معلومة. من رأى منكرا منكم فليغيره زي ما احنا شايفين حضراتكم. وهذا الحديث ده حديث مشهور طبعا عن عمر بن رضي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع والمرأة راعية وكلكم مسؤول عن رعيته. زي ما احنا شايفين الشرح حضراتكم والترجمات بتاعتها ومعاني الكلمات الصعبة وفوائد الحديث والمراجع، طبعا صحيح مسلم وصحيح البخاري والتصنيفات وما يكون له صلة بالأحاديث الشريفة في نفس الموضوع وغير الموضوع، يعني هتلاقوا اختلاف شوية. وطبعا دي الترجمات، دي بريد إلكتروني، دي موسوعة القرآن، وهكذا. وتقدر تتواصل معاهم عن طريق البريد لو في حاجة عايز تسأل عليها أو تدور عليها، يقدروا يساعدوك ويقولوا. وطبعا في لغات طبعا تقدر تدعم اللغة الإنجليزية والعربية. طبعا زي ما احنا شايفين مثلا العقيدة، إيمان بالله عز وجل، وطبعا الحاجات دي يعني اهو زي ما احنا شايفين. وهكذا. شكرا جزيلا لحضراتكم، وأنا استمتعت جدا بموقع الأحاديث النبوية الشريفة، ولعل هذا اللي يوصل معلومة بيكون في الجنة بإذن الله. شكرا لحضراتكم، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في خير إن شاء الله. ومتنسوش المشاركة هذا الموقع، ودمتم في خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.